حبايبي الحلوين، وحشتوني كتير كتير. النهاردة بقى من غير لا تعب ولا مجهود، هاتي كوباية الشاي بتاعتك وتعالي نعمل أحلى بسكوت بالعجوة. سمي الله ونصلي على الحبيب. بيضة في الخلاط، وطالما في بيضة هننزل بالفانيليا سايلة أو بودرة، رشة ملح خفيفة، وهننزل باقي المكونات: نص كوباية سكر، نص كوباية زيت على سمنة أو سمنة على زبدة أو زيت بس، 3 معالق نشا، معانا معلقة صغيرة بيكنج باودر، معانا معلقة واحدة لبن وبداله لبن باودر. هننزل المكونات السايلة مع بعض عندنا. هنجيب بقى كوبايتين الدقيق هننخلهم مع بعض. بعد كده هنقلب البسكوت، مش بتعجن، بتقلب بس. أول ما الدقيق عندك بيختفي تنزلي بالدقيق تدريجيا لغاية لما العجينة تلم معاكي تبقى عجينة ملساء ناعمة. أخدت معايا بالظبط كوبايتين مليانين و3 معالق بالظبط. طبعا نوع الدقيق بيختلف. هنغطي العجينة ونسيبها تستريح. معانا ربع كيلو عجوة، حاطين عليها معلقة سمنة واحدة بس عشان تلين معانا وتبقى طرية. وبعد كده اما نشكلها هتشكليها زي ما انت عاوزة، كور او صوابع. الوصفة بتاعتي النهاردة هنعملها صوابع، وهنقوم حاطين عليها، هنحطها في التلاجة. بعد كده هنقوم مشكلين العجينة بتاعتنا علشان صابع العجوة ده يتحط جوه العجينة على طول. هنشكل العجينة مع قدامنا على شكل بيضاوي ونساوي الأطراف. بعد كده هنحط معانا العجوة وهنكون بنشكل عجينة تحت كيس بلاستيك. تمام، بيساعدك انك بتفردي العجينة بسرعة ومن غير اي مجهود او اداة تشكيل. هنظبط العجينة وهنقص منها بالسكينة او بسكينة البيتزا اي زوايد مفيهاش عجوة. هنفرد العجينة بتاعتنا وهنشكلها بظهر الشوكة زي ما انتوا شايفين. هنمشي كده بالشوكة، لا تعب ولا مجهود، ولا هتقولي انك جبتي بقى نجيب مكنة للتشكيل. هنقيس بالظبط صباعين صباعين. بعد كده هنقوم جايبين صينية مدهونة مادة دهنية وهنرص البسكوت معانا، ونكون مولعين الفرن على درجة حرارة 180. هنرص في الطرف الوسطاني، في الرف الوسطاني هنحط البسكوت، وما يبقاش كمان أول ما البسكوت ما يبقاش نار عالية علشان ما تحرقش منك. وأول بقى ما يحمر من تحت على طول هنشيله ونولع الشواية علشان ما ينشفش منك. تمام، زي ما عملنا في التجربة الأولى هنعملها في التجربة التانية. نشيل الزوايد ونقيس صباعين صباعين، وبعد كده هنشكله زي ما انتوا شايفين. طلع معانا بعد ما ولعنا الشواية طعم ولذيذ وكمان طري، والعجوة مستوية جوه مش ناشفة، بمكونات سهلة وسريعة. عملنا أحلى بسكوت من العجوة، أحلى من اللي احنا بنشتريه من بره. وعارفين احنا عاملين ايه، بكوبايتين دقيق وبس وبيضة عملنا أحلى بسكوت بالعجوة. اوعدوني بقى كوباية الشاي معاكم وتدوقوا البسكوت. لو عجبكم الطريقة لايك وشير وتعليق ودعوة حلوة من قلبكم. مع السلامة.